مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق كرة القدم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدنا أن نكون معكم ومع المباراة النهائية لبطولة نهائيات بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس التي يستضيفها نادي النصر السعودي هنا في درة الملاعب استاد فهد الدولي بمدينة الرياض. أحمد الغامدي يلعبها على اليمين إلى لاعب مامادوسو، أعتقد مامادوسو هو الذي يلعب على اليمين، وإبراهيم العيسى على ما يبدو في صفوف الاحتياط. لا مشاهد لاعب إبراهيم العيسى أبدا. وكرة عرضية خطيرة، كرة في المرمى. ستاشكوف يسجل، خريستوس ستاشكوف يسجل كرة هائلة. هدف للنصر، هدف رائع. عوضها بسرعة لاعب الأول خريستوس ستاشكوف، وسجل النصر مبكرا في الدقيقة 12. هدف رائع ويمكن أجمل من الهدف المتابعة، لأن الكرة كانت صعبة وبدأوا كأنها على وشك أن تتجاوز الخط، ولكن اللاعب الذي عكسها قام بمجهود رائع جدا، عكسها إلى خريستوس ستاشكوف الذي سجل الهدف الافتتاحي. نصر 1 سامسونج لا شيء. هاي الكرة ملعوبة. محمد سالم العنيزي اللاعب القطري. نعم الكرة لم تخرج وعكسها هائلة. الأمير سلطان يسلم الكابتن النصراوي ماجد عبد الله كأس أندية آسيا أبطال الكؤوس. لحظات الفعل لا تنسى. ها هو نادي النصر يعتلي شدة التتويج لأول بطولة آسيوية، أول بطولة على صعيد أكبر القارات. نادي النصر بطل أندية آسيا أبطال الكؤوس، وماجد عبد الله عميد الفريق النصراوي الأول، ومحيسن الجمعان عميد الفريق النصراوي الثاني، يرفعان مع كأس أندية آسيا أبطال الكؤوس، وقد تسلماها من صاحب